الفقرة المميزة، وهي الفقرة المميزة دائما كل حلقة من حقل برتقال بتميز بفقرة مميزة جدا، وليلة ضيف مميز جدا وصغير جدا جدا جدا. ضيفنا الليلة طه عثمان طه يوسف. طه حبايبي 10، كيف اخبارك؟ تمام؟ تمام الحمد لله. ومعنا والدة طه كمان هناء عبد الجبار، لانه برضو وراء كل طفل عظيم عظيمه برضو، وابو عظيم برضو. احنا بنحييك وحبابك 10 في حقل برتقال. اهلا فيكم. طه اصغر مخرج، وعملوا لنا كلوز على طه لانه الليله مفاجاتنا واحنا مفتتحين به. هو ضيفنا المميز اصغر مخرج في مبادره تدريب الاطفال على صناعه الفيلم الموسم الثاني. صحيح كلامي ده يا طه؟ ماشي كويس. وهو كتب القصه وكتب السيناريو واخرج. انا عملت حاجه في الفيلم ولا دي كل الحاجات اللي عملتها؟ دي كلها. طيب ما فضل حاجه ثانيه. مثلت بالفيلم؟ اخرجتها وكتبتها، كتبت السيناريو. يا سلام، ده كده كل الفيلم خلاص. جميل جميل. احنا نشاهد الفيلم بس بعد كده. جميل. مرحبا بك مدام هناء، حبايبي 10 في حقل برتقال. اهلا وسهلا فيك. شكرا. واهلا بطه. فعايزينك مدام هناء تكلمينا شويه عن طه وشخصيه طه في البيت ولحد ما وصل لكتابه السيناريو والمخراج وكتابه القصه. والله هو خليك تتكلم انت ولا انا يا طه؟ تتكلم عن نفسك ولا تتكلم ماما عليك؟ ما مشكلة. خلاص يلا هناء تتكلم عن طه وطه يتكلم عن نفسه. في البيت طه ولد مطيع، ومع انه بعد يعني السنه دي كبر شويه كده، بيبقى في شغب بسيط كده، لكن هو مطيع، بيحب القرايه شديد، وهادي اكتر من كونه مشاغب، يعني هادي جدا. وكان شويه كده خجول قبل فتره، لكن بعد دخل التدريبات بتاعت مبادره تدريب الاطفال على صناعه الفيلم مع ناس مصعب وباقي الشباب كلهم. الحمد لله شخصيته شويه بقى اجتماعي، يعني مشارك مع الناس، وثقته في نفسه ذاته تحسنت، فماشي كويس. استطعت نفسك. تمام، ماشي كويس. تمام. كلمنا طيب عن نفسك انت يا طه. شايف نفسك شنو؟ يعني شايف نفسك انك زي ما ذكرت الوالده انك انت زول هادي وما اجتماعي، يا ده بعد ما انت دخلت المبادره دي بقيت اجتماعي وشويه بقيت مشاغب؟ يعني انا لما يجيبوني في لقاءات زي دي نعم. بكون خجول وبتراجف وكده. يعني لما جابوني في لقاءات كده يعني بروفا بقيت واثق في نفسي كده، بعرف ما برجف، بعرف اتكلم كويس بدون ما انسى وكده. جميل. يعني انت بتجهز كنت للقاء عشان انت بتخاف قبلي، لكن الليله جاي بكل ثقه، والمبادره زادتك قوه وثقه في نفسك. طيب ايه، ورينا رايك في ماما هناء. طيب شنو؟ ما زي ما هي قالت، احنا برضو كمان يعني نشوف انت رايك في ماما شنو. انت رايك هي برضه بتساعدني في كتابة السيناريو. نعم. لأنه أنا كنت مشارك في تحدي آخر غير صناعة الفيلم، اللي هو تحدي القراءة العربي. بقرا فيه 50 كتاب وبلخصهم في الجوال. جميل. فطلعت مع الكتابة والسيناريو كثيرة بقت عليك، كثيرة بقت شديد. فماما كتبت معاي جميل. شوية من السيناريو وساعدتني في كتابته. فبقيت اهتم في الاخراج. اللي بالقراءة. ساعدك منه في الاخراج؟ في الإخراج مصعب حسون. يا سلام، تحية له كثير. مصعب حسون هو صاحب فكرة وكل فكرة المبادرة بتاع تدريب الأطفال، هو القايم بالحاجات دي كلها، كتر خيره. كمان مصعب شديد، يعني عمل منهم بجد شخصيات ناس كبار كده. طفل مع طه يعني هم كلهم 24. هم 24 طفل. أطفال سودانيين في أعمار أطفال متوسطة سودانيين من 8 سنين لغاية عمر 16 سنة. جميل جدا. وطه من الناس الصغار يعني، هو أصغر واحد مع مصعب. طيب. ذكر طه المبادرة بتاعت القراءة عشان الناس اللي ما عندهم
لهم فكره عن المبادره. هي المبادره من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اللي هي نائب رئيس دوله الامارات العربيه المتحده وحاكم مدينه دبي. فكان بين 13 دوله، الرابعه كانت الامارات طبعا صاحبه المبادره. دول كثيره كانت مصر، السعوديه والامارات وتونس والجزائر المشاركه في التحدي يعني. مصر حتى في برا في اوروبا في عندهم تصفيات، في لندن في عندهم تصفيات يعني كثيره، يعني ما بس الدول العربيه، كل العرب من مختلف الدول اللي قدروا يشاركوا. وكان نفسه بس قال يهدف الى انه 1,000,000 طفل هناك شاركوا، اكثر من 38,000 طفل عربي. كمية كان كبيرة. شيء جميل انه العدد يكون التحدي كبير ده. يعني فبرضه في تحدي القراءة أنا عارفة إنك أنت أكثر واحد جبت على المدرسة صح؟ ده أنا مش على شفتها في المدرسة. التلفزيون فحبيت أشارك فيها، فسألت ماما التحدي ده فيه مدرسة، فقالت لي في كل المدارس. قلت لها طيب ما أكلم مدرستنا عشان نشارك فيه ونستفيد منه حاجات كثيرة. وحببت الطلبة في القراية. يلا اول ما انت في البيت قررت انت وماما هنا انه تكلموا المدرسه. ماما هنا مشت معك ولا انت براك؟ انا مشيت معاها. ماما هنا مشت كلمت الاداره، انا كلمت الاستاذ، فالاستاذ حياني لان انا جبت القرايه وكذا يعني. انت دخلت موضوع القرايه ده للمدرسه. طيب الطلبه معك في المدرسه يعني انت نظرتهم بقت ليك شنو؟ يعني بقيت انت شخص مميز طبعا بقيت في المدرسه وكده. ورينا كيف بقيت بعد كده من طه الخجول والبخجل والمسكين، وبعد كده بقيت عندك اصحاب والناس طبعا بقيت ستار يعني ونجم سينمائي كبير. كيف بقيت تتعامل مع الناس؟ بغرور كده بقيت لانك بقيت زول نجم كبير ومشهور، ولا تتعامل معاهم عادي؟ بتعامل معاهم عادي، بكلمهم برضو بهدفهم لي عشان يقروا، لأنه القراية بتفيد الإنسان كثير. فكل الفصل حبا المبادرة دي وقام شارك فيها. يعني قالوا لي أنا عايزة أسألك سؤال، أنت قريت كم كتاب؟ أنا أكثر من 50. ما شاء الله. 50 ده حقنا المبادرة. هل مش حقنا المبادرة، عفوا حقنا القراءة بتاعت التحدي، هل بيحددوا لك 50 كتاب في كذا ولا انت براك بتختار الكتب على حسب مزاجك انت عايز تقرا شنو؟ ورينا النوعية شنو كانت بتاعت الكتب، فصلها لي انا بنوع الكتب. هم ما بيقولوا لي اختار الكتاب ده وما تختار ده. انا ما بختار على رأيي، بعدين بقول الكتاب ده حلو بقراه وبلخصه كيف. فبيكون الكتاب حلو. زي شنو يا وريني يعني الحاجات اللي انت بتحب؟ الاكشن، بتحب الحاجات الاجتماعيه الحزينه، النهايات السعيده؟ يلا ورينا انواع الكتب. انا عشان في انواع الكتب اكتر شيء انا بحب العلوم، زي صغار الحيوانات، بعرف كيف الحيوانات بتولد، بتخد عشها كيف، بتبني بيتها كيف، بتعمل حاجاتها كيف عشان تعمل الأكل لأولادها وكده يعني. طيب انت بتختار الكتب العلميه اللي فيها العلوم وفيها الحيوانات والنباتات وحاجات زي دي. طيب في المدرسه الحاجات القريبه للكتب اللي انت بتختارها دي اي ماده انت من رايك؟ انا الرياضيات. هو طبعا بيحب ماده مختلفه خالص يعني. بيكون الرياضيات ايوه. خمنت كده. الرياضيات وبحب الرياضيات جدا، عنده دفتر جميل بتاع الرياضيات وما له علاقه نهائي بالحاجه اللي هو هسه متفوق فيها. في الرياضيات مختلف تماما. ايوه بحب ماده الرياضيات يعني، بحب القراءه مش ماده اللغه العربيه، القراءه كقراءه كاطلاع يعني، لكن بحب مادة الرياضيات في المدرسة. مدام هنان عايزة أعرف أنت الأساسيات اللي في البيت اللي ماشية بيها كيف معهم؟ ودي الحاجة زعلته مني قبل شوية لما كان ملاذ بتتونس معه وقالت له يلا أنت في الإكس بوكس والسوشيال ميديا والنت والحاجات والبلاي ستيشن، وجا قال لي يا ماما انت ما بتحبيني شديد ليه؟ قلت له ليه؟ قال لي لأنه انت ما بتجيبي لنا بلاي ستيشن ولا هنا. فانا حته بتاعت بلاي ستيشن والالكترونيك جيمز دي كلها ما في البيت خالص، ما في اصلا. التلفزيون في الغرفه اتلغى من بدري، في الصالون بيمشي ولا يعني حتى في الاجازه بيمشي عندهم ساعه ساعتين كده خلاص كفايه حتى جدا. برامج ذاتها بتكون مختاره يعني والله هم انا يعني هي برامج اطفال، قنوات اطفال بخليهم يحضروها. غير كده بقول لها تلعب
ساعة كورة في الشارع أحسن من تقعد في حركة أيوة والفيديو جيمز دي، وهو عنده مشكلة في النظر شوية كده فبخاف عليه برضه. جميل. فحلو فهل كلام ماما كونها انها هي خايفة على نظرك فهل هو عدم محبة ولا انت وجهة نظرك شنو؟ أنا قبل في الشمس ما بتخليني لما عيوني يبقوا حمر وكده يعني طوالي بتجيب القطرة ماما. يعني المفروض ما نحتاج. طيب هي ما جابت لك بلاي ستيشن وعندها زمن معين في التلفزيون وكده، الحاجات دي هل هي مضرة عشان الناس اللي بيشاهدوك يعني برضو الأطفال اللي قدرك والأكبر منك؟ لأنه أكيد أنت عمرك العقلي، عارف العمر العقلي معناها الزول بتفوق شوية عقليا. فعشان لو الناس اللي بيشاهدونا هسه الأطفال اللي بيقعدوا اليوم كله في البلاي ستيشن وفي الكمبيوتر وفي الجيمز وفي التلفزيون ودروا عيونهم، يلا نديهم برضو يعني نصيحة يعني أنا بقرأ مش في تليفون والكمبيوتر والبلاي ستيشنات، فبقوم بقرأ ساعة للقراية، بحدد وقتي كذا ساعة للعب كده يعني، ومرات بلعب باللابتوب، عندي لابتوب. طيب ما كويس، لابتوب والبلاي ستيشن ما نفس الشيء يعني، ليه يعني انت تهاجم؟ عندي لابتوب وتليفون بلعب بهم، لكن عندك اوقات معينه انت تلعب. ايوه هو الاحتياج في الزمن ده. انت مقتنع هسه يعني بالحاجه دي يا طه؟ طيب نرجع للموضوع بتاع القصه اللي انت كتبتها وكتبت السيناريو بتاعه ولا بتاعها واخرجتها، اتكلم لنا عنها. القصة هي بتحكي عن معاناة بتاعت مرأة فقيرة ست كسرة، ولدها بقرأ في مدرسة حكومية. نعم. فشارك في تحدي، فقامت فاز في التحدي. جميل. وطلعت فرحة، وقام سافر أمريكا وهناك اشتغل وصرف قروش، وجاء لقى أمه ما فيشة. سيد البت رضى لأنه هو مشى خلى أمه وكده. سيد البت رضى عشان هي فقيرة ما عندها قروش للإيجار. فهو كان بيعمل القروش لصاحبه، صاحبه كان برضه فقير. كان بيصرف له حبة لكن القروش ما بتكفيه، فبيقوم يشيل القروش حقت أمه وما بدي لأمه. فأمه تلقاه بتشيلها لخيمة كده فيها برضه مرة فقيرة، فهناك بتونسوا لغاية ما يجي الولد بيمشي يدق لصاحبه التاني. بيقول له أمي وين؟ أمي ما فيشة في البيت. بيقول له أمك دي ما فيشة من زمان. بيقول بعدين بيقوم بيصرخ أمي وين؟ بعدين بيمشي لعلي اللي هو سرق القروش، فبيلقاو طقشته عربية، فبيصرخ أمي وين أمي وين، فهو بيكون شايل صورتها يا حبيبي، فبيلقى البيت اللي ودتها للخيمة فبتوديه لأمه وبتحصل فرح. بيقدر للمسلمين. تمام. أنا برضه يا طه عايزة أسألك لقدام للمستقبل عايز تكون شنو أو عايز تعمل شنو؟ أنا أكتر شيء بحب أكون كاتب، لأنه أنا مرات بكتب قصص من راسي كده، يعني واحدة قصة بسمعها بختار قصة زيها لكن ما هي بس بتغير فيها يعني. طيب انت بتقرا يعني هو زمن داهمنا فعلا يعني زمننا، لكن احنا عايزين نسالك سؤال مهم شديد. بتقرا قصص بتاعت كبار ولا بس بتهتم بالقصص بتاعت الاطفال؟ بقرا كبار برضو، حقت ماما بشيلهم بقراهم. لما اقرا كل الكتب بمل منهم، بعدين بشوف كتاب تاني بيطلع لي جميل بقوم بواصل قرايتي فيه وبستفيد منه حاجات. بقرا كبار. احنا بقينا نقفل الكتب، بعض الكتب كده في الدولاب طبعا ونشيله للمكتبه في الدولاب. يلا بالمناسبه دي بمناسبه انك بتتحكمي في الحاجات اللي هو بيقراها وبيشاهدها وفي وقته في القرايه وكده، عايزين نقدم روشته او نصيحه للامهات، يعني عشان هم طه عباره عن موهبه المفروض يتعامل معها تعامل خاص، لكن نشوف العامة يعني تنصح الامهات بايش؟ وانا ما عندي واحد تاني طبعا اصغر من طه كده ومتمرد نوعا ما يعني، لكن هسه الحمد لله يعني ماشي كويس. اول حاجه
هو لو الطفل ما بيحب القرايه ما في حاجه بتجي بالقوه. يعني انت قدامه لما تجيبي كتاب تقري بيتعود انه ماما دي في شنو شايله كتاب بتاعين تقروا قصه قبل النوم، تجيبي يعني بدل انت تحكي له قصه من راسك ممكن تجيبي كتاب مصور قبل النوم، تعالي يا بابا نعمل كده نشوف وده ليه وده يعني كده. حتى انا طه في الاول الكتب العلميه كانت دسمه شويه وهم مطلوب منهم في تحدي القراءه تنويع للكتب، وكنا بنجيبه وبنقرا مع بعض الكتاب، بختاره مصور كده عشان شويه يلفت. نحن في السودان طبعا الكتب فقيره جدا بتاعت الاطفال عندنا، عشان كده هم بيحبوا القرايه شديد. كتبنا جافه، لكن هسه بعض المكتبات بقت بتجيب كتب يعني جميله كده ومصوره وملفته، فالاطفال بيحبوها. انت شوفي ولدك بيحب اي نوع من القصص وامشي معاه وسوقي المكتبه واختار الكتاب وتعالوا فرحانين وتعالوا نشوف يا بابا كده ونقرا. ايوه، فهو شويه شويه بيتعود على القرايه، بيشوف حاجه عادي، بعد شويه تلاقيه قراءه يشيل مصحف، يشيل كتاب، شنو يشيل كده تمشي مهرجانات القراءه دي يعني هسه بقت في مبادرات شبابيه كثيره جدا مشجعه وشباب حلوين وبنات لطيفات خالص. يعني احنا كان لقينا ملاذ دي في الساحه الخضراء، كان مشينا ربيع القراءه انا وطه واخوه الصغير رضا، فجا جارين هو مشى اشتري دوريتوس، يا طه ده شنو شايل لي كتاب كبير كده اللي هو بتاع الحيوانات اللي كان بيتكلم عنه ده شنو وين الدوريتوس؟ جبت الكتاب منين يا ماما؟ قال لي والله من مكتبة الحي المجانية، ايوه المتجولة دي. فقال لي والله يا ماما انا مشيت لقيت مكتبة جميلة كده، وحتى هم قالوا لي شيل الكتاب، الوان كثيره اي قال لي شيل الكتاب مجاني. انا قلت لهم لا خلاص اكون 8 جنيه، وطبعا الكتب دي في المكتبات باسعار غاليه يعني طبعا، هي مبادره. ايوه صح. فقلت لها خلاص كده. بعد شويه اخويا شايل برضه كتاب صغيروني كده جميل، يا ماما اقري لي القصه دي، قريناها. فبقينا ماشيين شفنا يعني المكتبه شلنا حتى اليوم ده كميه كان من الكتب جميله حلوه، فلو بيطلعوهم تبقى فسحه ويستفيدوا منها ويحبوا يعني يقروا كده. طيب انت بتحب لو زول اداك هديه يديك هديه شنو؟ بحب انا حاجات كثيره من الهدايا. زي شنو؟ كتب، ساعات، حاجات. ما عندنا ساعات. هو رضا برضه بيتشبك في الكتب، بيقول لازم يشيل الكتاب ده، فبيعجبه بيقول له ماما شكرا لاني قرأت لي الكتب قبل النوم كده. يا سلام، بتشبك في الكتب. يلا احنا كمان عشان رضا ما يزعل معنا طه، احنا حنقوم نهديك او استاذه ميلاد، عشان انت بتحب الزول يهديك كتب. صاحبه مبادره مكتبه الحي المجانيه حتديك هديه جميله جدا عباره عن كميه من الكتب يا استاذه ميلاد. كبرتها شويه، علميه والحاجه اللي انت حابيها. الكتب قاعده موجوده، الموتر الاحمر قاعد برا بتاع مكتبه الحي المجانيه. يلا انت اختار اللي عايزه، ما هي هديه مفتوحه. احنا بنحييك جدا. عندي لك اخر سؤال عايزك تقول للمشاهدين، للاطفال اللي قدرك النصيحه بتقدمها لهم شنو؟ انا بقول لهم انهم ما يشتغلوا باللعبات كتير زي البلاي ستيشن والاكس بوكس والتليفونات، انهم يقروا حبه. فهم ده ما يمكن من اللعب، ممكن يلعبوا ويقروا. واحسن يلعبوا شنو؟ احسن يلعبوا رياضه، كرة سله، كرة قدم، حاجات يعني بتفيدهم زي الرياضه. هي انواع كثيره الرياضه، فبتقويهم وبيستفيدوا منها للجسم كده. يعني احنا بنشكر ضيفنا طه عثمان طه يوسف، أصغر مخرج في مبادرة تدريب الأطفال في صناعة الفيلم في الموسم الثاني، وبرضه مشترك في مبادرة القراءة اللي هي كانت في أو برعاية من صاحب السمو محمد راشد المكتوم. بنشكر والدة طه ومدام هناء عبد الجبار، بنشكرك جدا، وإن شاء الله ربنا يعينك، وإن شاء الله تشوفيه كده زي ما عايزه في أعلى المراتب يا رب. شكرا على استضافتكم، شكرا لكم كثير. شكرا لك يا طه. شكرا عزيز. زي ما شفنا ضيفنا مميز جدا، وفقرتنا الأخيرة كانت جدا مميزة. دي كانت هديتنا اللي كل مرة بنهديها للمشاهدين في حقل البرتقال. شكرا لكم على حسن المتابعة. شكرا فاطمة، ولحد ما نتلاقى الأسبوع الجاي مع فريق عمل آخر في برنامج حقل البرتقال. نخليكم